اتكلمنا قبل كده عن مخدرات رقمية من غير دخان ولا برشام ولا حاجة بتتشرب أصلا ولا بتتشم. كل اللي بتعمله إنك بتلبس سماعة بتوديك في عالم تاني. الفيديو ده انتشر جدا وجات عليه كومنتات كتير، بس اللي لاحظته إن أغلب الكومنتات يا إما ناس عايزين يجربوا الباينور بيتس، يا إما ناس تانية شايفين الموضوع بسيط ومفيش حاجة اسمها حد بيدمن موسيقى. بس الكارثة بجد لما لقيت أكتر من رسالة من أكتر من شخص بيحكوا لي فيها عن تجربتهم مع الباينور بيتس وقد إيه بيعانوا من مشاكله لحد دلوقتي، مع انهم جربوه من سنين كتير، بس شعور الهلاوس لسه مكمل معاهم لحد دلوقتي بالرغم من سنين برضه من العلاج النفسي. والموضوع ما وقفش بس عند هلاوس، ده اثر على حياتهم بشكل كبير، في دراسه، في شغل، او حتى جوانب اجتماعيه. نصيحه لوجه الله، مش اي حاجه تسمع عنها تجري تجربها. ولو لاحظت في اي وقت وانت بتسمع اي موسيقى او اي اصوات ان هي بتاثر على تركيزك او حالتك النفسيه او مزاجك، وقفها فورا، لان في انواع كتير جدا من المخدرات الرقميه، بس انا المره دي مش هقول لك على اسمها عشان محدش يجربها.